يلا بقى شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة. بس دي بقى محطوطة في الفرن مع كده حبة بسلة، كانت في منتهى الجمال. صينية فراخ، عشان بس الفراخ دي بتتشكل زي ما احنا عايزين، بتتشكل بكام طريقة وكلهم حلوة قوي وبيعجبونا. معانا هنا بصلتين وقرنين فلفل وثلاث طماطمات. الفرخة مقطعاها 4 أرباع زي ما انتي عايزة، 6 قطع زي ما انتي عايزة، دي حاجة اختيار. طبعا البهارات طبعا فلفل اسود وكاري وكركم وحبهان مطحون وملح وجنزبيل وقرفة. يعني انا بحط كمان بابريكا ومعلقة كركم ومعلقة كاري، كل دي انا بحطهم كده على الفراخ بتاعتي. يلا الفلفل والطماطم كده في الكبة، والبصل. وزي ما انتوا شايفين كده انا مش طحناهم ناعم، يعني مجروشين. وهطلعهم بقى من الكبة بتاعتي وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه. مبدئيا طبعا انا الفراخ سايباها، حطيت عليها الملح والفلفل والبهارات بتاعتها، ودول بهارات تاني هحطهم على الطماطم والبصل والفلفل. ورق لورا بقى وحبهان مطحون وفلفل اسود وملح. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. هنا بقى ورقة فويل، وانا حطيت جزء من الخلطة على الفراخ بتاعتي بعد ما كانت متبلة ساعة لوحديها، وبعد كده رصيتها في الورق الفويل في الصينية، وحطيت عليها بقى من فوق الوش بقية الخلطة بتاعتي، وحطيتها في الفرن. ولما استوت طبعا شلت الورقة واحمرت وشها، وبعد كده قدمتها. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير. سلام عليكم.